هو جوزي ما بيصليش. ما بيصليش؟ لا، ودايما يعني بيتكلم ربنا ومش عارف ايه، بس دايما مشغول في الدنيا ومشاغل الدنيا وكلام من ده عن الصلاة. طيب نقطة واحدة بس، هو ما بيصليش خالص يعني حتى ولا الجمعة؟ يوم جمعة مثلا. ماشي، يعني بيصلي الجمعة. اه، بيصوم رمضان. بيصوم رمضان. تمام. طيب ماشي. بيصوم رمضان وبيصلي، وفي رمضان برضه ساعات ممكن مثلا ماشي ساعة ممكن ما ماشي يصليش ماشي كده. فاحنا دايما على طول في ضيقة، على أكيد. طول في قلة رزق، في قلة فلوس. أكيد طبعا. على أكيد طول طبعا. أكيد طبعا. فعلى طول اقول له مثلا ما يصليش الا اذا انا فضلت اتكلم معاه صلي صلي، يصلي فتره وبعد كده يوقف. فدايما انا بحس ان قله الرزق او قله الدخل او المشاكل الماديه اللي احنا دايما فيها هي قله الصلاه. أكيد طبعا. انا بقول لحضرتك انا عن نفسي الحمد لله كنت تمام بصلي، قعدت فتره ما صلي يعني ما اعرفش ايه اللي حصل لي. المهم سمعت حضرتك مره لما قلت التزمي شهر لحد 90 يوم وكلام من ده، وحضرتك ليك الفضل في كده، فمشيت على كده والحمد لله بقيت اللي هو مواظبه على الصلاه. الحمد لله. بس بالنسبه لي هو مفيش، بقعد اتكلم معاه ما اعرفش هو بيفهمها ايه او بيفهمها مثلا انت ازاي، انت تقولي لا ما بيتكلمش معايا. هو طيب، هو مش هيقبل هو مش هيقبل منك، يبدو ان هو من النوع اللي ما بيقبلش النصيحة من مراته او من الناس القريبة منه. مش فاهماه، بس هو الصراحه هو اهله مش معودينه على كده، ان اهله ما بيصلوش. ايوه ايوه ايوه. مش متربي على كده، يعني ما نشأش في بيت الاب يصحى الصبح يشتغل هو يطلع الشاعر كان يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. طب أيوة وانتي مخلفه؟ ايوه مخلفه 2. طيب معودي بقى اولادك على الصلاه. هو انا بعودهم، بس هم لو شافوا بيشوفوني انا بس. هو مبدئيا انت هم بيبقوا مع الام طول اليوم، تخليهم تمام، يقفوا بس يصلوا هو معاكي كل الصلوات وكده. بس انا بتكلم دخل الرزق في البيت. ايوه منه هو طبعا. بص وهو قدوه برضه لولاده. حتى اللي هو كله مرتبط ببعضه. بص يا ام محمد، هو ربنا بيرزق الانسان سواء كان مسلما او كافرا، صح؟ يعني صح. الانسان الكافر اللي مش مؤمن بالله الله يرزقه ولا لا يرزقه؟ صح. الله يرزقه. ايوه. لكن الانسان المؤمن لما يبدا يطيع رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى فيه بركه في الرزق. يعني هو رزقه هيدخل له 1000 جنيه، هو ال 1000 جنيه اللي هيدخل، بس احيانا واحد يدخل له 1000 جنيه كانهم 10، وواحد بيدخل له 1000 جنيه كانهم 50 جنيه. اللي هو كانهم 10 وكانهم 50 دي، التفاوت ده بيجي ازاي؟ من باب ان هو كيف طاعته لله تبارك وتعالى ومعصيته، يعني مدى قربه من الله ومدى بعده من الله عز وجل. هو قريب من ربنا فالألف كأنها 10، مدى بعده من ربنا فالألف كأنها 50. وتلاقي بقى في ضيق، وممكن يبقى يصرف الألف دي في سجاير، في علبة مش عارف كذا، في لا ما بيشربش سجاير يعني على أي حال. يعني أنا قصدي ممكن يبقى جاية من الباب ده. رب العالمين لما قال يا أم محمد قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. احنا دايما نقول للناس، وأنا يعني إحدى الفضليات أنا لا أعرفها، يعني هي تتكلم فاستدلت بهذه الآية، وأنا أصحح إنه لما تيجي تقولي الزوج لا يصلي، يعني تقول جاء سؤال لحد والرجل قالوا للشيخ لا يصلي بتاتا، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا جمعة ولا بتاع ولا مش عارف إيه، فالشيخ قال لها اطلبوا الطلاق منه، ده لا يستحق فقالت لا ده فتوى غلط، ده ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة، ده مصيبة اللي انتوا بتقولوها دي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فربنا قال اصطبر اهو على أهلك اهو. غلط، الكلام اللي انتوا بتقولوه غلط، لأن وأمر أهلك بالصلاة أهلك والصلاة واصطبر عليها، فالضمير يعود إلى أقرب مذكور كما يقول العلماؤنا رحمة الله عليه، أي واصطبر أنت على الصلاة. مش يعني احنا بناء ماشي، لكن لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى. أنا ماله بالدنيا؟ ما خلي بالك يا حبيبي، اللي خلق الدنيا واللي بيديك الرزق هو الذي أمرك بالصلاة. وبعدين كان سيدنا عمر يقول كده إن أهم أموركم عند الصلاة، ده مهم جدا. فأنا هعمل إيه؟ ممكن طبعا أنت قلت كلمة خطيرة جدا، إن أهله مش معودينه على كده، ودي مصيبة. ما هو ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، لكن ما عليك إلا أن تصبري وتدعي رب العالمين سبحانه وتعالى. ممكن تشغلي درس مثلا بيتكلم عن الصلاة وعن تارك الصلاة وهو قاعد كده من غير ما ياخد باله،
في وقت صفا تأمريه صحيح بالطريقة دي، ودايما خدي بالسبب الأقوى وهو الدعاء بأن يرده الله عز وجل إليه. ربنا يهدي.